السلام عليكم جميعا اصدقائي صديقاتي احبابي الغاليين، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير وكتمتعوا بصحه جيده، وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال هذا النهار. غنقدم لكم ان شاء الله واحد الوصفه ديال تحليه او ديسير للسحور، غتنفعكم ان شاء الله في هذا رمضان. هي زوينه سهله كتحضر بسهوله، والمذاق ديالها غزال بزاف ورائع وغادي يعجبكم بكل تاكيد. المكونات بسيطه دائما ومتواجده ومتوفره في كل مطبخ. غتبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه باش حضرت هذا الديسير او هذه التحليه. مكونات سهله وقليله. عندي فقط نصف لتر من الحليب، نص لتر ديال الحليب السائل، وغادي نحتاج جوج معالق كبار ديال المايزينا او نشا الذره. هذه هي المعلقه اللي عبرت بها في هذا الحجم هذا، ونفس المعلقه هي اللي غادي نعبروا بها السكر. جوج معالق كبار ممتلئه ديال نشا الذره او المايزينا، وجوج معالق كبار ديال سكر حبيبات، سكر سنيده، المعلقه نفسها اللي عبرنا بها. واحد الكيس ديال سكر الفانيلا من وزن 7.5 غرام، ساشي ديال الفاني. وعندي هنايا واحد الفلون، واحد ديسير كراميل او دانيت ديال الكراميل، هذا النوع هذا اللي كيدير 2 دراهم ونص. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج ليهم. شي حاجه قليله ولكن كتعطينا واحد الحاجه اللي هي روعه تحفه، المذاق زوين، ما غاديش يتنسى لكم ان شاء الله. غنبداو باذن الله التحليه ديالنا. كناخذوا السكر كنضيفوه في الكاسرونه اللي فيها الحليب، وكنزيدوا ايضا النشا او المايزينا، وكنزيدوا سكر الفانيلا، داك الكيس ديال سكر الفانيلا. وبالنسبه لهاد الديسير ديال الكراميل كنخليه جانبا حتى المرحله المواليه. كنحرك جيدا المكونات كلها قبل ما نحط الكاسرونه فوق النار باش كيتمزجوا دوك المكونات وكتحلينا ديك المايزينا. وفاش كنحطوا الكاسرونه ديالنا فوق النار، بطبيعه الحال النار كتكون هادئه، ما كنتوقفوش على التحريك، دائما كنحركوا بالتحريك المستمر حتى كيتقل لينا الخليط، حتى كيعقد، حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا تماما. ثم كنزول الكاسرونه من فوق النار، كنحطها فوق سطح العمل، ومباشره كنضيف عليها داك الديسير ديال الكراميل اللي وريته لكم في البدايه. مباشره بعد ما كنحيدوا الكاسرونه من فوق النار كنضيفوا هاد الديسير ديال الكراميل، وكنمزجوا جيدا المكونات باش كيتجانسوا بيناتهم وباش كيتداخلوا بيناتهم، وكنحصلوا على هذا الخليط هذا اللي كتشوفوه معايا، واللي باقي غادي يعقد وغادي يعطينا واحد التحليه اللي هي زوينه روعه في منتهى الجمال ان شاء الله. كناخذ الكؤوس اللي غادي نفرغ فيهم التحليه، وكنبقى نفرغ بهذا الشكل هذا، وبدوك الزوائد ودوك الاشياء اللي كيكونوا خارجين على الكؤوس كنحاول نمسحهم قبل ما تيبس لينا ديك التحليه. المهم بعد ما فرغت التحليه ديالي في الكؤوس كنخليها جانبا واحد شويه بين ما تشد لينا حراره الغرفه. بعد ذلك كندخلوها للثلاجه واحد الساعتين حتى كتعقد وكتشد راسها وكتجمد واحد شويه. عاد غادي نبداو نزينوا فيها. بعد ما خرجت التحليه من الثلاجه غادي نبدا نزينها بالقطع ديال الموز، قطعه الموز على هذا الشكل هذا، وكنزين به التحليه ديالي. والتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب شنو بغيتو نتوما. عندي هنايا شوكولا حبيبات، الشوكولا السوداء حبيبات، والشوكولا البيضاء حبيبات. التزيين كيبقى على حسب الرغبه. صافي، هذه هي التحليه ديالنا، سهله خفيفه ظريفه وزوينه تبارك الله ما شاء الله. المنظر غزال والمذاق احلى مذاق احلى مذاق صراحه. زوين، غادي يعجبكم والله، غير جربوها. وهي راه كتحضر بسهوله وبسرعه، ودائما كنجيب لكم الحاجات اللي هما اقتصاديين غير مكلفين، الحاجات اللي غادي يقدر يوجدهم اي واحد في الدار ديالو. المهم هاد التحليه هذه عطاتني 4 ديال الكؤوس كما كتشوفوا. المذاق ديالها زوين، تنفعكم في السحور او في الفطور او في اي وقت بغيتوها تقدموها بالصحه والراحه، يعني مناسبه لجميع الاوقات ان شاء الله. وكان هذا الفيديو ديال هذا النهار والوصفه اللي قدمتها لكم اليوم من مطبخي. كنتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم هذه الوصفه وعجبكم هذا الديسير وهذه التحليه اللي قدمت لكم اليوم، ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه فضلا وليس امرا، ودعموني باش نقدم لكم المزيد من الفيديوهات والمزيد من الوصفات ان شاء الله بصحه والراحه. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بسلام عليكم، إلى فيديو آخر إن شاء الله. تحياتي للجميع.